ميدان التحرير والقيام بنظر سياسية أو تظاهرات وهتافات معادية أو مضادة لوزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم، والمطالبة بإعفائه من منصبه. ده وفقا للمصادر الأمنية اللي صرحت لقناة CBC بهذا التصريح، وهي آخر معلومة وصلت لنا طبعا في هذا الشأن حتى الآن، وربما نتابعها أو أي تحديث لهذه المعلومة سنوافي حضراتكم به على الفور. ولكن بدأ التعامل أمنيا مع التظاهرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ونتمنى أن يتم احتواء الموقف بأفضل أسلوب ممكن. إن شاء الله ما يبقاش فيه خسائر، لا إصابات ولا خسائر في الأرواح إن شاء الله، ولكن واضح أن في جدية طبعا من الشرطة في التعامل أو حزم في التعامل. بدأ في واضح أن في إطلاق كثيف أهو المدرعات أمامنا على الشاشة، المركبات التابعة لوزارة الداخلية، وبدأت في إطلاق كثيف جدا للغاز المسيل للدموع من أجل عملية إخلاء الميدان، وهو ما حدث بالفعل خلال لحظات. واضح أن الجموع اللي موجودة انسحبت إلى الشوارع أو الطرق المحيطة أو المؤدية إلى ميدان التحرير، ابتعاد أجهزة الشرطة والأمن اللي بدأت تصل وتظهر بكثافة وتسيطر على الميدان. واضح أمامنا كمان في محيط الميدان في الشوارع الجانبية هي اللي بتشهد دلوقتي كثافة للمتظاهرين أو المجموعات اللي ذهبت للاحتجاج أو التظاهر في الميدان وبدأوا ينسحبوا إلى الشوارع الجانبية. طبعا واضح ان في اصرار زي ما حصل كل التصريحات اللي تابعناها مع حضراتكم الفتره اللي فاتت، واللي قالت من خلالها المصادر الرسميه في الدوله، وصولا الى رئيس الوزراء نفسه الدكتور الببلاوي اللي قال ان الدوله لن تتهاون ولن تتراجع عن تنفيذ كل مواد وكل بنود قانون التظاهر بمنتهى الحزم والحسم، حتى لو الامر ده كمان شكل يعني نوع من الحساسيه مع بعض القوى السياسيه والثوريه. القضيه مش بس تظاهرات التابعه لتنظيم الاخوان او المؤيده للرئيس المعزول، لكن كان في جدل واسع جدا حضراتكم تابعتوه في الايام اللي فاتت من قبل عدد من القوى السياسيه والحزبيه والثوريه حول جدوى وتوقيت اصدار هذا القانون، وان كان يمثل مشكله جديده ممكن تؤدي الى شق الصف. النهارده في الصحف كمان تصريحات منسوبه الى الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء اللي بيقول ان عنده تحفظات وما زالت متواجده لديه، او هذه الرؤيه لديه حتى الان ولم تتغير، انه عنده مشكله او تحفظات على بعض المحتوى او بعض البنود الموجوده ضمن قانون التظاهر، وانه خايف انها على لسان دكتور زياد بهاء الدين انها قد تؤدي من وجهه نظره الى شق صف بين القوى اللي اتحدت كلها في ثوره 30 يونيو ضد حكم الرئيس المعزول او ضد حكم الاخوان في مصر. الى اي مدى هنقدر نتجاوز المرحله دي؟ هذه معادله صعبه، هل تتحقق ام لا؟ هل تستطيع الدوله فرض السياده والهيبه والحفاظ على استقرار الوطن من اجل عمليه استقرار الامن ودفع عجله الاقتصاد وكل ما يتعلق ببدء مرحله البناء؟ هذا الامر هل يصطدم بطموحات القوى الثوريه والطموحات والامال الخاصه بالحريات وبمكاسب وثمار ثورتي يناير ويونيو ام لا؟ هي دي